أكلمكم على المسلسل اللي دخّلني جوّه حالته وما عرفتش أخرج غير لمّا أخلّص كل الحلقات. جناية حُب. جناية حُب مسلسل كويتي بطولة بشار الشطّي والممثلة تقريبًا اسمها هي عبد السلام، هم دول الاتنين اللي أنا أعرفهم. الممثلين كلّهم مبدعين ورائعين. المسلسل بيبدأ من أيام السبعينات وبياخدك معاه بقى في الفترة دي، وبعد كده لحد الألفينات يعني. والفترة بقى بتاعة زمان الحلوة اللي إحنا كلّنا بنحبها في أي بلد، وكمان بيعدّي عليهم فترة الغزو، وأنا فترة الغزو دي بالنسبة لي كان ليها ذكريات، لإن والدي كان هناك في الكويت وأهلي كانوا في الكويت، وكانوا يعني عاصرنا الفترة دي. فصلني عن الواقع، خلّاني دخلت في المسلسل ما خرجتش فعلًا غير لمّا خلّصت الحلقات. الحلقة الأولى اللي أنا كنت فاكراه إن هو حلقة واحدة بس، ليه؟ لإن الجريمة حصلت في أول حلقة، وكل حاجة كانت واضحة، عارفين إن هو مين اللي قتل مراته والكلام ده. بالمختصر المفيد يعني أنتم لازم تشوفوا المسلسل ده نصيحتي ليكم. المسلسل بيحكي عن إن نواف ونادية وبشار الشطي اللي هو عامر، دول ال3 ومعاهم ناس تانية طبعًا، كانوا في الجامعة مع بعض، وكان عامر ونادية بيحبوا بعض، ولكن عامر ما كانش بيقول، يعني هم ما قالوش لبعض إن هم بيحبوا بعض. لكن عامر كان دايمًا مُصِر إن هو ما فيش حاجة وما بيحبش نادية والكلام ده. نواف لمّا شاف نادية أُعجب بيها وراح قال لعامر: "هو أنت بتحب نادية؟" قال له: "لأ." فقال له: "طيب أنا عايز أتقدّم لها." وراح اتقدّم لها، ونادية راحت قالت لعامر عشان يتحرّج بقى ويتكلّم معاها ويقول لها. عامر قال لها: "طب مبروك." ومش عارفة إيه، ده نواف زي الفل والكلام ده. فنادية اتجوّزت نواف، مش فاهمة ده عِند في عامر والّا إيه، بس هي ما بتحبوش خالص، وده هيترتّب عليه الجريمة أصلًا اللي هتحصل. بنشوف بعد كده في أول حلقة إن هم كانوا شلة كده مترابطين، عيلة وأصحاب، كانوا بيروحوا شاليهات عندهم على الخليج، وكانوا بيصوروا بقى بالكاميرا اللي هي بتاعة الفيديو اللي كانت عندنا كلنا في كل بيت زمان، كانوا بيصوروا الذكريات دي والحاجات دي، وقد إيه إن هم كانوا مبسوطين مع بعض وكده. نواف ابتدى إن هو يحس بنظرات نادية لعامر لما بيكون عندهم، وفي نفس الوقت معاملتها اللي مش كويسة قوي ليه، فابتدى الشك يدخل جواه. فإيه اللي حصل بقى، إنه نادية كانت عاملة نفسها نايمة في يوم من الأيام، وبعد ما نواف نام طلعت، كانوا في الشاليهات هم، طلعت وراحت اتمشت كده لحد الشاليه بتاع عامر ده قدامه كده على الخليج. وبعد كده عامر شافها كان قاعد بيدندن، انتوا عارفين بشار الشطي مغني، فكان بيدندن كده على العود وشافها، راح لها: ايه يا نادية، ايه اللي طلعك في الوقت ده؟ وكانوا بيتكلموا عادي خالص، ما كانش في اي حاجة. ده اللي احنا شفناه في اول حلقه يعني. انهم كانوا قاعدين بيتكلموا عادي. مين جه بقى؟ نواف شافهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، راح قتل ناديه وضرب عامر على راسه، بس عامر فضل عايش. تمام. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ طبعا الشك اللي جواه والحاجه اللي هنعرفها بعد كده. تمام. مسلسل حلو قوي قوي، فدي اختصار لاول حلقه. هكلمكم ان شاء الله بعد كده على الحلقات اللي بعد كده، بس بجد لازم تشوفوه. ابداع 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 فوق الوصف. مسلسل كويتي رهيب، يعني ايه الابداع ده يا كويت بجد.